التفويض من أهم مهارات العمل اللي لازم تكون موجودة عند المدير أو القائد الناجح عشان يقدر يتحول من مجرد تأدية المهام اليومية إلى التخطيط الفعال بشكل كبير. أنت كمدير لما بتزيد عليك المسؤوليات بيكون صعب جدا تعمل كل حاجة بنفسك، فإزاي يكون عندك وقت كفاية وتقدر في نفس الوقت تطور من مهارات الفريق أو الموظفين اللي حواليك، وإنك تكون أكثر فعالية مع الوقت. كل ده ممكن يتحقق لو قدرت تطبق التفويض بشكل ناجح وفعال. فإيه هي أهمية التفويض وإزاي بيكون له تأثير كبير سواء عليك أو على الناس اللي معاك أو حتى على الكيان اللي أنت شغال فيه، وإزاي تقدر تعمل تفويض بشكل سليم؟ وده هو موضوعنا في الفيديو ده. أول حاجة، ليه أنت كمدير محتاج تعمل تفويض؟ ودي إجابة لسؤال تاني، وهو أنت ليه مشغول طول الوقت؟ طيب أنت هتستفيد إيه لما تفوض بعض المهام اللي عندك للفريق بتاعك؟ أقولك، أنت هيكون عندك وقت أكبر تقدر تقوم فيه بمهام تانية أكثر أهمية. هتقدر تقيم الناس اللي حواليك وتعرف قدراتهم الحقيقية وأوجه القصور اللي عندهم، وكل واحد واقف فين وتقدر تطوره وتحسنه إزاي. هتكون أكثر قدرة على التفكير والتخطيط، وهتقدر تطور من نفسك ومن مهاراتك، وهتحسن في نفس الوقت صورتك كقائد. بالنسبة للموظفين اللي معاك، هتحسن العلاقة والثقة بينك وبينهم، هتعلمهم مهارات جديدة وتمكنهم من تحمل المسؤولية وتزود ثقتهم في نفسهم، وهيكون عندهم القدرة على اتخاذ القرار. ده غير ان المؤسسة او الكيان نفسه هيستفيد، الانتاج هيزيد وهيكون في تحسن في جودة الموارد البشرية اللي موجودة، ومع الوقت هيكون في جيل تاني بجودة وكفاءة عالية. طب لما تفويض جميل كده وكله فوائد، ليه في مديرين مش بتطبقه وبتقلق منه؟ ده ممكن يكون بسبب هو عارف انه هيعملها احسن واسرع، او انه مش واثق ان حد يعرف يعملها زيه وبطريقته، خايف ان الشخص المفوض ده يغلط ويحصل مشكلة وهو في الاخر اللي بيشيل. او ممكن يكون هو مش عايز يتخلى عن جزء من السلطة والصلاحيات اللي عنده. عشان كده التفويض ده فن وليه اصول واستراتيجيات، وده اللي احنا بنحاول نتعلمه مع بعض في الفيديو ده. فايه رأيك كمدير انك تحاول تغير وجهة نظرك وتشوفها من منظور تاني؟ ما هو انت مش هتعرف تعمل كل حاجة طول الوقت، وانك فعلا محتاج وقت لحاجات تانية اهم. حاول تقنع نفسك تدي فرصة لحد من فريقك يتعلم ويتطور ويشيل عنك، وانك قادر على متابعة وملاحظة تنفيذ المهام اللي انت بتفوضها. ايه اللي انت بتفوضه؟ انت لما بتفوض او بتقوم باسناد مهمة لشخص تاني، انت لازم تفوض معاه جزء من السلطة والصلاحية بالقدر اللازم لتنفيذ المهمة دي، لكن خليك عارف بتظل في النهاية انت المسؤول. عشان كده لازم تختار الشخص ده كويس ويتوفر فيه شوية حاجات، زي طبيعة شخصية مناسبة، يكون عنده وقت متاح لتنفيذ المهمة دي، عنده المهارة الكافية اللي تمكنه من التنفيذ، يكون عنده سلطة مناسبة أو أنت تديله الصلاحيات. لكن خلي بالك، ما ينفعش مثلا تدي حد من الفريق صلاحية تخليه يتعدى التيم ليدر بتاعه أو شخص أعلى منه في الهيكل الوظيفي. بعد ما اخترت الشخص، إزاي بيتم التفويض أو إيه الخطوات؟ بتشرح له سياق المهمة، إزاي هينفذها، وتفهمه وتعرفه إيه اللي هيعود عليه منها. عرفه إيه الهدف واشرح له التفاصيل. اديله القدر المناسب من السلطة والصلاحية، وعرف الناس إنه مسؤول عن المهمة دي ومعاه صلاحيات التنفيذ. قبل ما تسيبه اتأكد إنه فهم واستوعب اللي هيعمله. تابع تنفيذه للمهمة واعمل له فولو أب، واديله ديدلاين وتابع النتائج، وحاول بقدر الإمكان تتجنب الأخطاء. بعد إتمامه للمهمة اديله فيدباك، وخلي بالك هنا إنه لازم يكون بناء، فاستخدم جمل دقيقة ومباشرة توضح له فيها القصور اللي انت شايفه، وبلاش مبالغة. لو بتنتقده فحاول تنتقد الفعل مش الشخص، يعني من غير نقد وإحراج وهدم للشخصية. والكلام ده طبعا لازم يكون 1 to 1 مش قدام الناس. خليك داعم، وفي نفس الوقت خليه يتكلم واسمع منه المشاكل اللي بتقابله وقدم حلول. اتكلم معاه في النقط المحددة اللي انت شايف فيها قصور، وقول له ازاي يعدلها. بلاش النقد اللاذع اللي ممكن يخليه مش قادر يكمل ويحبط، او زي ما قلنا بلاش هجوم ذاتي على شخصه. لو بتديله ملاحظات بلاش تتوهه، يعني بلاش ملاحظات كتيرة في سياق واحد، لانه هيبقى متلخبط مش عارف يعمل ده ولا ده، وفي النهاية هتلاقيه مؤثر في حاجة منهم. ايه الاخطاء اللي ممكن تقع فيها وانت بتعمل تفويض؟
إنك تكون حاطط في دماغك طول الوقت إن أنت أحسن وأسرع، أو إنك تعمل تفويض أعمى تكلفه بمهمة من غير ما تديله معلومات أو بيانات كافية وتسيبه يضبش، أو تديله تفويض من غير ما تديله صلاحية لاتخاذ القرار. إنك ما تقبلش أي اختلاف أو تسمح بالمناقشة. إنك تركز على الطريقة أو إزاي هينفذ بغض النظر عن النتيجة. إمتى تعرف إنك محتاج تعمل تفويض؟ لما تلاقي نفسك مشغول طول الوقت بمهام أنت بس اللي بتقوم بيها، أو إنك كل ما بتكلف حد بمهمة بتلاقيه يرجع يسألك ويعطل ومش بيكمل، أو إنك محتاج تتدخل وتتابع بنفسك معظم العمليات والمهام اللي بتتم. وتأكد قبل ما تفوض، هل أنت عندك وقت كفاية إنك تشرح وتوضح؟ وتشوف مين في الفريق بتاعك اللي عنده المهارة إنك تفوضه، وهل المهمة نفسها ممكن تتفوض ولا لازم أنت اللي تقوم بيها؟ وهل لما تفوض المهمة دي اللي هيقوم بيها هيتعلم حاجة ويطور من نفسه ولا لأ؟ ولما تفوض مهمة خليك صبور واسمح بالأخطاء وخلي عندك شخص بديل، وفي نفس الوقت ما تقبلش غير العمل الكامل. وبس كده. لو انت مشغول ومسحول طول اليوم ودايما ما عندكش وقت، جرب كده تفوض بعض المهام اللي عندك للفريق بتاعك زي ما اتعلمنا في الفيديو ده. ويا ريت تبقى تقول لنا في الكومنتس كانت ايه النتيجة. وكالعادة في النهاية شكرا على المشاهدة، ونتقابل قريب ان شاء الله.